أنا سامية مسفر عبد الله المالكي. أنا سعودية وأعيش بمدينة الطايف، متزوجة من رجل عاطل عن العمل. أبوي متوفي من 12 سنة. أخواني بعضهم يدرسون والباقي عاطل عن العمل. ولدي ما كمل سنتين والله العظيم وقفت عن الرضاعة عشان كثير مرات ما أقدر أشتري له حليب. صحيفة عاجل قبل سنة نشرت حالتي، جتني مساعدات من فاعلين خير الله يجزاهم بالجنة إن شاء الله. جاني فاعل خير واستأجر لنا شقة، طلعنا من الغرفة اللي كنا ساكنين فيها، وبعد ذلك اعتذر الله يجزاه خير على اللي سواه. والله العظيم إني أعيش ظروف صعبة، والله العظيم إني أعيش ظروف صعبة ما يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. والله العظيم إذا توفر لنا الغداء ما نلاقي العشاء، وإذا تعشينا ما نلاقي الغداء. أعيش بظروف صعبة، ما أملك دخل مادي، لا ضمان ولا حافز ولا أي دخل مادي شهري يدخل علينا. والله العظيم إني أتسلف من الناس، حتى فاتورة الكهرباء أقسم بالله لها 6 أشهر ما دفعناها ما سددناها. حتى فاتورة الموية لما الرجال يجي يدق علينا الباب أروح أتسلف من الناس 150 120 عشان نعطيه حق الموية. والله العظيم نعيش ظروف صعبة، أقسم بالله العظيم نعيش ظروف صعبة. يا أهل الخير، يا سمو ولي العهد، يا محمد بن سلمان، أنت رجال مشهود لك بالخير، أنت ساعدت ناس كثيرين. أنا عند الله ثم عندك، لا تتخلى عني. الله يسعدك لا تتخلى عني. وفروا لي شقة تمليك، هذا الحل الوحيد اللي ينهي معاناتي ما أطلب الناس. الله يسعدكم وفروا لي شقة تمليك، الله يسعدكم وفروا لي شقة تمليك. هذا الحل الوحيد اللي يحفظني أنا وأطفالي، أنا وطفلي، وأنا حامل في الثاني الحين أفكر فيه من يصرف عليه. تعبت والله، كل يوم أفكر فيه في الثاني اللي جاي. ما عندنا فلوس نصرف، ما عندنا استطاعة أقسم بالله العظيم. حتى سيارة ما عندي سيارة، ما أخذ سيارة أخوه، أقسم بالله ما أخذ سيارة أخوه، ما عندي سيارة هو. أبغى تسجيلي في الضمان الاجتماعي، أبغاكم تسجلوني في الضمان الاجتماعي عشان ينزل علي، عشان أقدر أعيش أصرف على أطفالي. الله يسعدكم لا تتخلون عني. يا أهل الخير لا تتخلون عني. يا محمد بن سلمان لا تتخلى عني. أنا عند الله ثم عندك، لا تتخلى عني. الله يسعدك لا تتخلى عني. هذا رقم جوالي 0506373 403.